وجاي من هناك، جاي من هناك. الليلة حلقة أنا شخصيا بالنسبة لي إنها هي من الحلقات المهمة جدا جدا. بتذكرني بتفاصيل كثيرة. أنا مما قمت وعيت وبقيت زي ما بقولوا بتحرك وبطلع وبمشي براي في البركة مواصلات وكده. المحطة دي من المحطات المهمة جدا جدا في حياتي، وحقيقة هي من المحطات المهمة يمكن في التوثيق لكل يعني فترة وجيل مهم جدا جدا، اللي هو جيل الكاسيت وجيل الشرايط. انا شخصيا محترف اني انا طبعا كبرت، لانه حسي ان احنا بالمناسبه الناس اتطورت وحنتكلم عن التطور ده، لكن نحن من الناس اللي كنا بنسمع شرايط كويس. وكان يعني من الحاجات المهمه جدا انك انت زمان تلم قروش عشان انك انت تمشي تشتري شريط. الشرايط كان بتنزل في المكتبات او في الاستديوهات في الوقت ذاك، لكن كانت في شرايط مميزه جدا جدا ما بتستخسر عليها القروش، لانه وبيكون دائما التوزيع والرواج بتاعه بيكون رواج كبير جدا جدا. هنشوف الليله حصاد، والليله نحن في ضيافه، هو ما ضيفنا، نحن في ضيافته أستاذنا الجميل أستاذ أحمد يوسف حمد. مساء الخير وازيك ومنورنا. ولما يقولوا أحمد يوسف حمد معناته بيقولوا حصاد طوالي مباشرة. فنحن دايرين نشوف حصادك يا أحمد، ودايرين نشوف القصة شنو، دايرين نشوف الدنيا موديانا وين. في أنت جاي من هناك وجاي جاري شديد برضو معنا بالمناسبة. أهلا أهلا شيخ أحمد، إزيك؟ الله أنا يديك سعيد جدا الليلة أكون معاك، وأنا أول يوم ألاقيك الليلة صح. وما بعرفك يعني، لكن عجبني فيك إلحاحك وإصرارك أنك توثق لتجربة مهمة في تاريخ الحركة الفنية في السودان، واهتمامك الشخصي يعني، وهو اللي خلاني جاي من هناك. والله يعني انت منورنا ومشرفنا حقيقة الليلة. وهي زي ما انا قلت لك، هي رحلة التوثيق والوفاء لحاجة من الحاجات اللي ممكن تكون شكلت وجدان كثير جدا جدا من الناس، وكونت وجدان الأمة تقريبا كويس، بالذات يعني في الفن السوداني. حصاد، شارع عطبرة، يا سلام. تجي ماشي هناك بالمواصلات، احنا عشان ساكنين بحري طبعا فبنجي ماشيين بغادي دايما يعني. صحيح. فكان بيكون واحد يعني كان في فضول كده انك انت تشوف الصرح ده كويس. حصاد غير ال الانتاج وغير يعني انا داير ابتدي معاك بالموقع ده بالذات. يعني شارع عطبرة ده لما تجي ماشي فيه أيوة. كويس بتحس بروحك انت كده جاي مكان صعب يزول يدخله، وما مسموح لأي بني آدم لو ما أنت فعلا عندك مقومات لأنك أنت تدخل حصاد، ولو ما عندك فن بتقدمه، ولو ما عندك زي ما بيقولوا غنى فعلا. انت مثلا يعني ابسط حاجه يعني انك نحن السودان كنا بنحب الغنى يعني اكثر حاجه يعني. صحيح. صحيح. فاذا ما عندك غنى ما اي زول بيدخل حصاد. داير اتكلم معك عن تاثير الموقع ده اول حاجه والمنطقه. تمام. هو الكلام عن حصاد لازم الدول تتكلم عن البدايات والفكرة ذات نشأت كيف وتكونت، وفي امم ضمنها حيجي المبنى هو كان كيف يعني. في المبنى الواقع. والتجديد بتاعه كله سنة يا سلام. يعني. أنا من الناس اللي كنت كله كويس. في إنه تجي أنت تشوف إنه إيه. المبنى ده من برا كل مرة فيه رسومات غير وفيه صحيح. تفاصيل غير صحيح. والديكور يعني لو نجير والبوهية ده براه كان بيخليك شنو نقول يا ربي أنا في يوم من الأيام ممكن إن أنا يعني مسموح لي إن أنا أقدر أدخل المكان ده. صحيح. يعني ما تعرف حاجة سهلة يعني كانت. كلامك السمح ده، يعني أي زول عمل في الدنيا عمل بيكون أمنيته إنه العمل ده يلقى نجاح والناس تقبله يعني. امم فكلامك ده بيطمني يعني إنه والله نحن مشوارنا ده كان فيه نجاح طالما استهوى شخص عظيم زيك يعني. الله يسعدك إن شاء الله يا رب. لا والله جد يعني ده الفكرة، حقك. الله يخليك، الفكرة بدت أنه الاسم حصاد جاي من أنه الوالد الله يرحمه الله يرحمه. اغترب في السعودية كانت 30 سنة، امم وأنا مولود في الطائف بالمناسبة، وأنا جيت اغتربت كمان برضو 30 سنة ما بين إنجلترا طالب وما بين مصر شغال. فبقت حصاد غربتنا عملنا به شركة، وفي النهاية جاء اسم حصاد يعني، والبيت بيتنا يعني، الموقع الموقع ذاته يعني أجل حقنا يعني. بتحكم انتم. فعملناه حصاد يعني.
اتذكر مره جاء محمد اللمين الله يرحمه، الله يرحمه. فداخل لقى صلاح محمد عيسى الله يرحمه، ولقى ابراهيم عوض، ولقى سيد خليفه، ولقى علي مرغني، ولقى بتاع، فقام ضحك قال يا احمد انتوا قلبتوا الاتحاد الفلاني بدايه ولا شنو؟ ففعلا كانت هي زي نقطه او مركز تجمع يعني. طيب استاذ احمد، انا داير اعرف او داير يعني زي ما بقولوا داير اتكلم عن محطه مهمه جدا في حياه احمد يوسف. احمد يوسف حمد. كويس. احنا قلت لو يعني عم يوسف يعني لو كان ما في كان بتبقى بس احمد حمد ذاته بالمناسبه، تبقى اسمك على اسمي يعني طوالي مباشره. لك كل المحبه والود اكيد طبعا. داير نتكلم عن بري ونشأتك في بري وتأثير أو أثر بيئة بري على تكوين شخصية أحمد يوسف حمد، والملامح شنو اللي خلت إنه أحمد يوسف يتجه أو يتوجه لعالم الفن والإعلام والحاجات الحلوة دي. طيب هو في الواقع نحن أصلا من أصول محاسية يعني من شمال السودان يعني. والأسرة استقرت في الخرطوم من زمن طويل جدا، وجدنا كان من خلفاء الشريف يوسف الهندي، وهو السبب اللي خلاه يجرح البري عشان يكون قريب من الشريف يوسف الهندي يعني. ولما أقول الشريف يوسف الهندي معناه بتكلم عن القبة، بتكلم عن طريقة طائفية، بتكلم عن الراتب وعن المديح الأسبوعي، وكل يوم ثلاثة ويوم خميس أنت بتكون أضانك عايشة على المديح النبوي وعلى المدايح المتعددة المختلفة، زائد المناسبات الدينية. اليوم بدر، الحولية بتاعت الشريف، 27 رجب، المولد، الحاجات دي أيوة مليانة فيها نغم، فيها مديح جميل وكده. غير كده أنه الوالد عليه رحمة الله هو كان عاشق للفن، فبدأ بيعزف من أول الناس اللي عملوا مندلين في السودان. وكان بيلعب عود، في النهاية قام حور وعمل له مندلين إلكتريك. وصديق شخصي للبدايات ناس عبد الحميد يوسف بتاع قضبك جميل زي بسمتك، صديق للكاشف، صديق بالمناسبة الكاشف غرفة النوم بتاعتنا عامل الكاشف طبعا كان نجار يعني. نجار أيوة. وصديق للهاوي محمد سليمان، ثم الكابلي، ثم زيدان، تستمر لغاية ما أقول لك محمود عبد العزيز وخالد الصحابة. فهو صديق للفنانين، وبيت لا يخلو من يوم أو ثاني أو كل أسبوع في فنان، هو مع إنه مغترب لكن أول ما يجي من الغربة بتاعته يلا خلاص إجازة الشهر نحن كل يوم في فنان قاعد. والله فده عشان الواحد يتربى على هذا. جاد عليها أنه لما مشيت إنجلترا للدراسة وأنا طالب هناك، جيت إجازة لقيت الأستاذ محمد اللمين أنه عنده رغبة يمشي، كان عنده دعوة من في فرنسا من اليونيسيف، فالمفروض يعمل لهم حفل بالعود وكده. فدردشنا، قلت له ما خلاص جيت فرنسا ما تعال انجلترا يعني. وممكن نعمل حفلات للطلاب هناك والجالية السودانية والعربية وكده. وقد كان يعني قاموا كبر، بدل ما يجي بالعود جاب فرقة كاملة. فكانت بالنسبة لنا حدث يعني انه فنان يجيب معه 12 13 عازف لانجلترا. وعملنا حفل لندن ومانشستر 81 اللي هو كان مشهور يعني. حفل لندن ده من الشرايط اللي عملت ضجة يعني. دي أول تجربة لي أنه مع محمد اللمين أخش الإنتاج الفني. أنا عملتها بعلاقة ودية وبصداقة، لكن فجأة بقت بداية الشغل ذاته بدأ. طبعا لما دخلت دهاليز الإنتاج لقيت القصة دي بقى فيها كمية بتاعت خلق وإبداع وحكاية جميلة جدا جدا، وكلها نعم فيها عقبات وكده، لكن في النهاية هي شوفوا جمال ما عادي، كونك انت تحول حاجه من جلسه صغيره الى كاسيت يتداول في كل العالم. وافتكر كانت حاجه جميله جدا. بالذات دي كانت لاول مره نعمل تسجيل مالتي تراك. نحن شلنا استوديو كامل مالتي تراك. طبعا زمان كانت الشرايط ايوه الكبيره دي كده. فعندي صديقي كان زميل في الجامعه اسمه هنري كارلن، عازف بتاع بيس شهير يعني. هو كان ادار لي القصه دي من ناحيه فنيه، الاستوديو والمعدات والاجهزه وكده. وفعلا نقلنا استوديو في جامعه لندن في لوغان هول، عملنا الحفله هناك كانت وحاشده بالطلاب وبالجاليه السودانيه وكده. ولاول مره يغني فيها ذات الشجون باوركسترا كامله، وكانت يعني تسجيل ما عادي. وعملنا تراك خاص للعود في التسجيل ده. المهم الحفله دي لما تسجلت وكده بقينا كيف نسوقها.
انا جديد في المجال وما عندي فكره وما في خبره، فاعتمدنا على علاقاتنا يعني ترسل فلان في السعوديه، ترسل فلان في السودان. المهم كانت تجربه خطيره جدا جدا، لكن منها تعلمتها ومنها بقيت عاين يا احمد. يعني بشوف مثلا وانا ماشي في الشارع، شارع اوكسفورد ستريت، القى اتش ام في هيز ماستر فويس، الشركه الكبيره بتاعت الاسطوانات. اخش كده القى لك 12 طابق كلها اسطوانات، طابق للسيرد ويل، طابق للمكسيك، طابق وبعدين يعني تعاين كده ان العالم ده ماشي وين، كميه الانتاج وكميه الاشياء المطروحه. وبعدين كل الميوزك البوب الريجي فالموضوع استهواني شديد يعني. وجيت احلم كده انا بتخيل انه في شارع الجمهوريه في اتش ام اف سودانيه يعني. فظل الحلم يراودني. زاد الطينه بله انه لا والله زاد زي ما يقولوا يعني. زميلي هنري كان ماشي اسبانيا مع الفرقه بتاعتهم كوين الشهيره، فقال لي احنا ماشيين نعمل هناك روفينج لحفله. طبعا يعجبوك الناس دي في التنظيم وفي في التجهيز يعني. تصدق قبل شهر ونص نحن ومشيت معاهم يعني. انا مشيت ليه مان دول عامل ساي ارفع دي ويجيب ديك، لا عندي فكره لا خبره، لكن في النهايه عامل. مشينا اسبانيا، ركبنا الروفينج كامل لحفله حتجي بعد شهر، وكنا شغالين فيها الشهر ده كله. معانا كم 8 تركات عده. ف ده انا دي صناعه. طوالي قعدت افكر يعني احنا وين والعالم وين يعني. الكلام ده بقول لك سنه 82 يعني. فتخيل انه الواحد كان مسؤول بالتجربه وبالشكل بتاع الناس كيف تعمل مسرح كامل وكيف تعمل ساوند سيستم يسمع استاد كامل توزع على كل المناطق. فالمهم يعني كانت تجربه سره جدا جدا. طلعت منها بقريب $3000. مشيت طوالي شريتها عربيه ما فاضي. وجبت كلام ما عادي يعني. فتخيل ديك بالنسبه لي خلاص، اذا كان الليمان بيطلع مبلغ زي ده، فما بالك ما بالك لما تكون شركه وشركه أيوه. عندها دخل وكده. فبقي خلاص الموضوع زاني في راسي انك كيف تعمل شركه وكده. وقد كان قعدت مع كارلون انه يا اخي انا عايز اعمل استوديو في السودان وعايز اعمل مصنع بتاع كاسيت في السودان. وفعلا مشينا وعملنا جولة للشركات، جبنا أجمل مكان شتودر من سويسرا، جبنا فيليبس، جبنا أجهزة متعددة سواء كان بتاعت تسجيل أو مايكينج سيستم أو الأوديو كله. وصل المكان بتاع التصنيع، مكان بيعمل بيعبي الشرايط، ومكان بيطبع على الشريط ذاته، وكيف نعمل غلاف بستيكرز وكده. والكلام ده سنة 83. جهزنا استوديو كامل صرف مع صرف، ساعدني بشدة جدا جدا وبحماس الوالد الله يرحمه. خد لي ميزانية كاملة أفعل ما تشاء، بس المهم تكون حاجة ذات قيمة وطب يعني. وقد كان شحنت استوديو كامل للسودان، والكلام ده كان سنة 83 أتذكر أوغست. وصلت المعدات في السودان ودخلنا العدة. بعد ذاك بقيت أمشي أحاول أشوف مع الأجهزة الحكومية كيف أطبق للاستوديو وأعمل ده. صادف أنه في أغسطس في سبتمبر نميري عمل دراستيك تشينج، عمل تغيير كامل، حول إلى شريعة الشريعة الإسلامية وقوانين جديدة. وكان الدولار ماشي زايد، عشان يحجم الدولار وقف الاستيراد. فبقى أنا عشان أعمل استوديو وأسجل ما في معنى، ما حقدر يلقى لي مواد خام، ما حقدر أصرف تستورد وكذا. الجو العام ذاته كان خلاص شريعة وأمشي فالموضوع اتحول إلى جهة ثانية يعني. فما كل اللي عملناه شلنا الأجهزة زي ما هي، قفلناها خدناها في مخزن وجمدت الفكرة يعني. هل تعلم إنه القصة دي ظلت مجمدة لغاية سنة 90؟ أصله ما بسطت 7 سنين الأجهزة دي قاعدة في مخازنها وما في يعني. أحمد يوسف حمد، كل ما حاجيفه وكل ما حاتكلم حقول لك إنه أنا جد ممنون ومبسوط جدا إنه بوثق لحاجة جميلة بالشكل ده، كونت وجدان زي ما قلنا أمة كاملة. ودايرين احنا نشوف مع أحمد علاقة أحمد يعني بالهلال، والعشق اللي بدأ منذ الطفولة، وقصة الارتباط بنادي الهلال المبكر، والعلاقة الأسرية بأسرة مع راحل الطيب عبد الله، وتأثير على أحمد. صحيح. هو بيتنا بيت كروي. أنا عندي عمي عبد الفتاح حمد كان مدير الفريق القومي اللي هو الشال كاس سنة 70 يعني.
وهو اللي كان درب فريق وادي النيل في من بري، طلع به الدرجة الأولى، ودرب فريق بري شال به كاس السودان، كاس الدوري. والنيل درب النيل وشال به كاس الدوري. يعني ما شاء الله عليكم كفروا ورته. ودرب فريق بنياس اللي كان في قرية مغمورة في الأمارات، حولوا إلى فريق درجة أولى يعني. فالبيت نحن في ما شاء الله عماتنا وأعمامنا وكذا مجموعة، عندنا فريق العائلة، فريق من 11 لاعب بالاحتياط بتاعنا. فده الجو وبري ذاته كانت البراري كلها مع براري والحصطلات كلها بتكون جنوب شارع الضلط. ايوه. وشمال شارع الضلط اليوم حق جاردن سيتي هسه والشاطئ وذا كانت ملاعب كوره. فبري كلها العصر تلقاه في الميدان. فالرياضه جزء من الحياه يوميه. وبعدين تلقى بيتنا بعد قبل المغرب ده كدرتي وكدرتك وشرابي وشرابك وده بيلبسوا ده بتاع والجيران يجي يلبسوا. وبعدين الكور عندنا ونفخوا الكور في البيت. قصه يعني الوسط الرياضي. لما هو شاء الله انه اتزوج بنت اخت الطيب عبد الله، اظرف حاجه الناس بيقوموا يوصفوا يعني مرات بيتنا من بيتهم ما بعيد يعني بيننا شارعين يعني. فيضرب لي يقول لي انت وين في كفر ولا في وتر؟ بس ما داير اقول لك كفر وتر الاثنين مع بعض. ففعلا بيجينا يعني كذا. فده له علاقه يعني بانها هم بيفتكر الرياضه والفن ما بيتفارقوا يعني. هم مجتمعين الاثنين مجتمعين. هو المجتمع السوداني بحياته بتفاصيله بجماله بابداعه المتعدد يعني. لما تقرا كده مقال الطيب عبد الله بيتكلم عن الهلال وعشقه للهلال وحبه للهلال وقدر شنو جاري في دمه وقدر شنو هو لما الهلال يغلب ولا الهلال يتهزم انه هو بالنسبه له هو عشق ابدي يعني. ولما تسمع فنان زي محمد اللمين بيتكلم عنه لحن الاغنيه كيف ويضرب بالشعر يقول لك الكلمه دي قصدها شنو، عشان هو لو فتره واقف ما قادر يكمل اللحن لانه ما لا قادر يفهم المعنى بالضبط، لانه عايز يحط اللحن يشبه الكلمه يعني. ذاتها او معناها. فده انا اعتقد ده كله ابداع مع بعض بيتشابه وصل. استاذ احمد يوسف، حصاد فكره تحولت الى ذاكره وطن، وزي ما انت حكيت لنا انه الفكره دي كانت المفروض تكون في الثمانينات. أيوة. وتوقفت لحد التسعينات. الحصل شنو يلا بعد ذاك؟ طيب. عشان احنا ما دارين نهرب من الحته دي، لازم نرجع لي. انا ما حخليها يعني الكلام ده. نقفز للتسعينات طوالي. ايوه. انا لما جات حصل الانقلاب في السودان جات 89. تعرف زول قري في انجلترا وعاش الحياه بتاعت الحريه والديمقراطيه والمناخ اللي فيه ما بيقدر يقعد في نظام عسكري يعني باي حال. فمن اول لحظات يعني قريت انه انا ما بقدر استمر يعني. وقد كان سافرت لانجلترا وكده. بقى عندي طفلين، وانا من تجربتي في انجلترا وتربيه الاولاد في اوروبا وكده ما عارف كان عندي في دواخلي احساس بانه انا لازم اربي اولادي في منطقه اسلاميه وحته عربيه عشان يكون عندهم انتماء للمنطقه يعني. واساسا انت اذا كان قاعد في السودان ولا في مصر الغربي بيخش لك في بيتك بيصلك، ما بالك لما تكون قاعد معه هناك يعني كمان يعني خلاص زي ما بقول. فكرت في كده. فقد كان انه جينا استقرينا في مصر. وقتها كنت شغال في النشر. فكان عندنا دار نشر وعندنا مكتبه كبيره في انجلترا اسمها دار المعرفه. واستمرينا في المجال لغايه سنه 90 جات حرب الخليج عملت لنا خسائر فاتحه في الكتب وفي المكتبات وحصلت هزه عنيفه يعني. لحظتها كان في مصر جاء كميه من الفنانين المعارضين او المناخ ما عجبهم. فكان في مصطفى سيد احمد، كان في محمد وردي، كان في محمد اللمين، كان في الموصلي، كان في سيف الجامعه. فطوالي جه في ذهني يعني ما ذا المناخ يعني دي فرصه كويسه انه الاستديوهات موجود المناخ في بتاع يعني الموضوع بقى شاغل في بالي لغايه ما يوم صدفه انا ماشي وسط البلد لقاني الموصلي. ابو حميد اخبارك؟ واساسا بيننا موده. نحن الفرقه جات معاه محمد اللمين في لندن كلهم كانوا طلبه في كليه الموسيقى والدراما. والفاتح حسين وسعاد الطيب ومرغاني الزين وحمود. المهم المجموعه دي بقت بيننا موده وصداقه ونجي نتلاقى يوميا. كانوا قاعدين في داخليه في الديم نتونس هناك جا الموصلي والخالدي وبقت يعني وعبد اللطيف وردي الصغير. فالجو ده بيجيني طوالي نرجع لحصاد ليه ما قامت والاستديوهات اتقفلت وبقت انه عندنا امنيات مع بعض يعني في حاجه نسجلها في خيالنا انها يا ريت تحصل يعني.
ولما تلاقيني هنا طوال احيانا تلاقي لي انا ذات جايك موضوع مهم جدا. مم. انا عندي شرايط 3 اشتغلتهم مع اخونا صلاح محمد ابراهيم، واساسا المفروض تنتجهم اليونيسف. بعد 88 كان جات المجاعه وكده، فعملوا اغنيه طفل العالم الثالث. ايوه. وقد كان انه مشي في المشروع ده وبقى خلاص على المكساج يعني. فقال لي انت قد تكون جدنا في الوقت المناسب يعني، ممكن من هنا نبدا اول حاجه. ننتج طوال. وفعلا قعدنا وعملنا اتفاق، وطوال بقى هو المدير الفني للشركه، واحيانا الفكره من مصر يعني. حياة حصاد طاري من جديد. وفعلا بدينا بطفل العالم الثالث وارحل والحزن النبيل، وكانت اول 3 شرايط لا أرحل ده طبعا يعني لا يعلى عليه، ستيل لحد ما الآن في شك. وسطني وسيطة، ما يعني كل النجوم هذه طلسم يعني. بعدين يعني هي ذات حتى الموسيقى بتاعت حصاد كانت بتختلف تماما، حتى بعديها هي ابتدت في شركات تاني تنتج، لكن الشريط المنتج أيوة. بتاع حصاد يختلف تماما عن بقية الإنتاج اللي كان بيتقدم يعني. قد يكون ده السبب الرئيسي بانه نحن قلت لك بيننا احلام قديمه يعني. وده الناس دارسين موسيقى وناس متعلمين وفاهمين، وكلهم عندهم امنيه انه يرتقوا بالحاجه اللي عندهم دي. وانا جاي من بيئه زي ما قلت لك، شوف انجلترا والمناخ والموسيقى اللي بنسمعها وطريقه التسجيل ذاته فحكايه الموضوع ده لازم انه يكون ذا مستوى معين. دخلتنا شرط اساسي في علاقتنا يعني. انه يا اخي نحن اي شريط لازم يكون فيه توزيع موسيقي، لازم يكون مسجل مالتي تراك، ولازم الشريط ده يعني يحوي اغاني خالده وغنى جديد. والفكره بتاعتنا ما بتقوم على الكبار بس، لازم نستصحب معانا صوت النساء، الشباب، الغنى الشعبي. فكانت زي خطه كامله انك انت كيف ترتقي وتوثق للسودان. طبعا احنا بدينا اهم شيء انه نحصل كبار السن ونوثق لهم بقدر الامكان يعني. عشان كده كنا مثلا نتعاقد مع الفنان على شريطين 3. الفكره بتاعتنا يعني التجاره فيه وارده، لكن اساسا كانت نحاول نوثق اكبر كم. ولو عينت لها بمنظارين يعني، منظار الاهميه بتاعت التوثيق ومنظار التجاره. ما هو ده الاساس ما خالده. صح. اكيد حتبيع لك يعني، حتجيب لك باي حال من الاحوال هي حتبيع بصوره كويسه يعني. ايوه. فمن الافضل انك انت تحاول توثق المرحله دي وتخليها قاعده خالده يعني. بس لكن استيل لحد الان يعني حاسس انا مثلا بسمع في ساوند كلاود في يعني في كل الحتات يعني كل التسجيلات. ايوه. المسجله من حصاد يمكن عندها وقع خاص يمكن بالنسبه لي انا شخصيا، لكن ما اعتقد انا براي لانه حتى الموسيقى الطريقه بتاعت التسجيل اللي هي مسجله في الزمن ذاك بالكواليتي دي او بالطريقه دي او التوزيع الموسيقي ذاته للاغاني. اي هم الاغنيه مثلا ممكن نكون احنا حافظينها وعارفينها واي حاجه، لكن يعني مثلا لما تيجي تسمع المرسال في التسجيل بتاع حصاد يعني بيوديك عالم تاني يعني. انت بتكون تلقى روحك انت يعني تخيل الاغنيه دي ما ممكن تسمعها الا في التسجيل ده يعني خلاص بقت دي زي في سيجنتشر كده خاصه بحصاد في تسجيل الاغاني عموما. هو شوف نحن بدينا شرايط 3 قلت لك على دي كانت تنفيذ مصري. الكمانجات اساتذه في معهد الكونسرفتوار يعني، مش ناس عاديين يعني، شراره وحسن. فديل كانوا هم الموسيقيين البداء. انا اتذكر كنا واحده من النشاطات اللي بنعملها مصاحبه للشريط، انا بنعمل منتدى. وذكر عملنا منتدى في قاعه الشارقه عن شريط الحزن النبيل. راح مصطفى سيد احمد. فكان القاعه مكتظه بطلاب الجامعه وكذا، وكانت ندوه جميله يعني. فقام طالب من الطلبه مسك المايك وهاجمني هجوم عنيف. قال يا حصاد انتوا خربتوا لنا مصطفى، احنا مصطفى بنسمعه ده ما مصطفى، ده حاجه ثانيه نحن متعودين على بتاع ده. طوالي يعني انا اداني احساس بانه نحن ماشيين صح، لانه المسكين ده قاعد يسمع الشغل اللي بيسمعه في تسجيل الحفلات العاديه والكمانجات ما موزونه، الفرقه والساوند زوته ما مظبوط وبتاع. وبعدين ده التربيه، انت هسه الغنى السوداني كل الناس سمعته في الحفلات يعني. وانا بفتكر الحفلات دي اكبر مشوه للاغنيه السودانيه. ليه؟ لانها ما مظبوطه يعني للفنان تعبه بيظهر،
ولا العازف الشغال بيظهر. ومرات بيكون كمان في سباق، كله عازف داير يظهر آلته أكثر من الثاني، أو داير يوري أهميته يعني. وده ما الفن يعني. الفن انت هي هارموني، هي انسجام بتاع آلات، انسجام بتاع موسيقى، ويسوقك واحده واحده. فده اتربى على موسيقى وعلى شكل. انا افتكر قلت شوي لما سمع حاجه نظيفه افتكرها انها كمبيوتر، افتكرها حاجه ما في الوقت ذاك اكيد طوالي هي تحولت الى ارضيه صلبه جدا جدا، اللي هو خلت الدكتور احمد حمد يشيد بها بعد 20 25 سنه يعني. فبفتكر انها كانت لها بصمتها يعني، ودي خلتنا انه نحن نقرا انه والله ماشيين صح، انك انت كيف تعتمد على احدث ما يكون من ناحيه تسجيل، استوديوهات مميزه، مهندسين ممتازين، عازفين مهره. وطبعا ده يعني دخلنا في غيره يعني، ليه نحن نستخدم العازفين المصريين يعني، ليه ما ونحن نجيب عندنا. وقد كان انه فعلا طوالي بعد الثلاث اربع او خمسه شرايط بدينا انه نجيب فرقه من السودان. وساعدنا انه كان في ناس ممتازين، جاء معنا محمديه الله يرحمه، جاء معنا مرغني الزين، احمد باص، ميكائيل، الفاتح حسين، فايز مليجي. وكانت فرقة مميزة جدا جدا، فيها ماهر تاج السر كيبورديست. فديل كلهم مع بعض بقوا ورشة. عارف لما نحن بقينا نتعاقد مع 8 9 فنانين مرة واحدة ويجوا القاهرة. انت عارف انا كنت في لحظة بكون ماسك 6 7 شقق في مصر، فنان هنا واثنين هنا وعازفين هنا وبتاع، وديل كلهم بيتلاقوا في ورشة، يا في الاستوديو يا في الشقة عند واحد فيهم. وطوالي فيك تجويد للغنى، وفي إعادة توزيع، ويسمعوا الشغل مع بعض ويعيدوا. أنا أفتكر دي كانت بالنسبة لنا يعني هي مرحلة بعدين انت الواحد بيفخر بها يعني. أنا كنت قدرت أعمل ورشة خارج، بعدين ما في مشاكل يعني، ما كان عندنا الزحمة دي. مصر ما كان فيها ناس كتار، فالناس بيجوا من هناك الشهر ده كله بنكون قاعدين مع بعض. فتخيل انك انت تكون افري داي كل يوم انت بتتكلم عن شنو، عن اغنيه وعن فلما تجي تسجلها فاكيد حتطلع بشكل مختلف تماما من ما انها حاجه تكون شنو مجرد ممارسه عاديه او عزف عادي او غنى عادي يعني مثلا يعني. المنظر ذاته جميل، لو شفتهم خاتين الورق بتاع النوت الموسيقيه وبيعدلوا فيها وبيقوسوا الكمانجات كيف دي هنا في قوس نطلع يعني. كانت برنامج مختلف شديد جدا جدا. هم ذاتهم كانوا سعيدين جدا جدا انه عاشوا جو زي ده، وكان امنيتهم انه يصلوا للمرحله دي، الناس تكون شغاله تجوز بعض، وبعدين كل دول كان بيسمع راي الثاني. فخلقت ورشه جميله جدا جدا. وكان بيوزع الموصلي، بس بعد شويه الموصلي ذاته تعب وبقت قصه كثير عليه. دخل معانا الفاتح حسين يوزع، والفاتح وزع شريط كامل لمحمود عبد العزيز، سكت الرباب. ومرغني الزين وزع اغاني لمحمود حتى في خلي بالك الشريط الثاني، وزعوا لابراهيم عوض، وزعوا لمحمد مرغني. فخلاص بقت المجموعه كل مره نستعين بالشباب والتوزيع الموسيقي، وكل زول عنده لبسته يعني. فبتحس انه ده خلاك احساس انه في تنوع في شغل، في تنوع، في نكهه يعني براءه زي ما بقولوا يعني في يعني حتى يعني لما تسمع عبد الشيخ في تسجيلات حصاد او للاهتمام نحن المزيد يعني كانت من الحاجات انا مهندس الصوت قال لي والله انا قدر ما سجلتها ما لقتني انثى ضابطه النغم حقها والتايمينج بتاعها 100% والريتم واحد. يا سلام. يعني في الاداء حقيقه يعني كان يعني ما حاجه ما يعني ما زول هين. نمره واحد نحن زي ما بيقولوا يعني عبد الشيخ من الاصوات الكبيره والمهمه في مسيره الغناء او الصوت النسائي مثلا في الغنى السوداني. طبعا ساعدنا انه الناس متخصصين يعني الموصلي والفرقه الموسيقيه اللي معه كلهم ده الناس فنانين. فالمجال ده ما اخذ مني كثير في التنفيذ، تعبني الجانب الشق الثاني الاداري. نحن دايرين نتكلم عن الشق الإداري، التسويق، ودايرين نتكلم عن فكرة الحقوق الفنية بالضبط. بالنسبة للفنانين بالضبط. ومعركة الوعي المبكر اللي خاضتها حصاد وفلسفة حصاد في كيف تحفظ لكل شخص من الناس اللي هو ممكن يؤدوا هذا العمل أو يطلعوا الألبوم ده كل زول الحقوق الفنية بتاعته، الجوانب القانونية، الجوانب المادية، الكونتراكتس ذاتها كانت بتتعامل كيف. أحكي لنا عن الحاجة دي. صحيح. اللي هي الحاجة دي ما كان في ناس ما في زول بيعملها حقيقة. صحيح. يعني صحيح والله احنا كنا تعرف زي بننحت في الصخرة يعني. لأنه كان الطريق ما معبد أبدا. السودان كان في
قانون بتاع ملكية فكرية لكن فقرتين كده. فاضطرينا نمشي نتصل بالوايبو ونطلع قوانين الملكية الفكرية المحلية وشلت القوانين المصرية. وكان معانا مجموعة من المهتمين، أمين أحمد السيد فشكلنا مجموعة أن كيف نقدر نحول القانون ونستفيد من القوانين الموجودة ونقدر ندخل المجلس التشريعي عشان تجاز وتبقى جزء من التشريع بتاع البلد، وعشان نقنع به وزارة الإعلام ثم وزارة العدل. يعني إنه في قانون وإنه في حاجة زي كان دي. مشوار طويل جدا جدا، لكن ما في النهاية يعني العالم ما شوية الناس بقت مقتنعة به. لقيتنا شوية عقبات في أنه كيف نمشي ده. في المجال ده نحن بنثبت في القوانين ونحاول نجيزها وكده. كنا برضو شغالين في التسويق يعني اتذكر لما نزلنا في العالم الثالث وكده الشباب في الشركه كانوا مخضوضين، يعني مخضوضين جدا، بيقول له يا اخي اي محل نمشي له ما حي بيشيل مننا شريط واحد. شريط واحد أيوه. ليه؟ لانه عنده مكان. مم. فبينسخ يبيع الشرايط المسوقه يعني. فما يعني بالنسبه لهم ما بتاع، قلت لهم ما تبيعوا لهم، ادوهم الشرايط وعلقوها، لما تتباع اديكم القروش، خليه يتعود انه يبيع شريط. هو ما جزء من ثقافته يعني، هو متعود ينسخ يعني. وقد كان طبعا خسرنا خسائر فاتحه شرايط نصها ما تسددت بتاع، لكن في النهايه كان مهم جدا انه التجربه دي التوزيع انه ذاته انه ايوه نسبه التوزيع ذاتها بتكون الشرايط اعلى يعني. كده. بعدين زي ما بقول لك يعني الاصل ما بيبقى صوره، وشريط الماستر ده عمره ما كان بيبقى زي شريط وده الرهان التسجيل. بتاعنا انه فعلا متاكدين. وساعدنا جدا الشعب السوداني لانه كان عنده القبول، عنده الاستعداد يستقبل الفكره ويستهلكها يعني. لما جاء الشريط الثاني بتاع ارحل، لما جاء الشريط الثالث الفكره تحولت خلاص. وده طبعا نحن ذاته قلنا معه حمله اعلاميه. ايوه البوسترز دي كله كانت بيعمل من بوسترات. الحاجات يعني هي انا بدري بالنسبه لي، لكن حقيقه ما بنساها يعني. انه صحيح. كان من دواعي سرورك انك انت لما تشتري شريط يقوم يدوك معاه صوره بوستر صحيح. للفنان يعني. فدي كانت حاجه كبيره جدا يعني. زائد الساين بورد الكبيره في الشوارع ايوه يعني. ايوه احنا عملنا للحزن النبيل، عملنا لأضحكي، عملنا للبت الحديقة. يعني كانت مهمة جدا انك انت الناس تلفت نظرهم في حاجة جديدة في السوق. حزن النبيل انا بذكر حد الاحمر بالابيض يعني، ما بالضبط. يستحيل بالضبط. يتنسي يعني زي ما بالضبط. بقول يعني. ده يعني صوره بتاعت بوستر كده، صحيح. شوف بعدين ما بتقدر يعني كاريكاتير على مرسومه، ولا ما بتقدر تفهم هي شنو. ما صحيح. كنا قادرين نستوعبها كده يعني. أنا طبعا كانت المفاجأة لي امم انه التلفزيون يقبل يعمل لنا اعلان للشريط. ايوه في الوقت داك وفي ده كان في الظروف حرب دي. عنيفة على الغناء ومحاربته، واغاني السنسرة وقطعوا منها وغيروا فيها. انا قمت نزلت اعلان لمصطفى سيد احمد والاغنيه، اخذت المقطع بتاع ندمان انا ندمان انا ابدا فوق وحاتك الجميل. وعمري ما. فتخيل ده كان لما بس كده انا ما صدقت. كان حاجه كده ما عادي، وفعلا عملت ترويج للشريط ما عادي. بيحكي لي الله يرحمه السن الضوئي، امم قال الله يرحمه، قال لي انا وصلت مرحله بقيت ما امشي صلاه الجمعه، لانه كل ما امشي صلاه الجمعه اللي ماله بيتكلم عن غزوه بدر شافني حيخلاه يتكلم عن الغناء اصلا مقابلني عادي. فتخيل احنا في جو زي ده كنا بننتج وكنا بنوزع وكنا أستاذ أحمد، نحن زي ما برضو بنوثق لهذه التجربة الجميلة، كمان في أجيال برضو ما عاشت الزمن ده ولا عارفة الكلام اللي نحن مثلا بنقول فوق. وبالذات نحن بقينا شغالين على السوشيال ميديا. الجيل بتاع الألفينات بالذات يعني، واللي هم اتولدوا مثلا 2003 و2005 وكده في الوقت ده، يمكن يكونوا ما شافوا بعد ذاك موضوع الشرايط، أو لما كبروا شوية وبقوا يسمعوا كده فبقت السيديز، وبقت بعد ذاك هو الأغاني بقت تكون افيلبل في أي حتة تاني. فشنو الأعمال اللي قدمتها حصاد يعني مثلا، عشان ما كنوع من الحصر لكن كنوع من نلقي عليها الضوء يعني. شنو من الأعمال اللي قدمت لمنو حصاد من الفنانين؟ انا قبل قلت لك انا فكره يعني اتبلورت في انجلترا يعني. ف نحن في انجلترا بنسمع بوب مارلي، بنسمع مايكل جاكسون، بنسمع جاكسون 5. فالناس دي انتجوا شغل، ويعني ستيفي وندر له 20 سنه و30 سنه ونحن نسمع فيه كانه طلع امبارح يعني. صحيح. وده كله ناتج من انك انت تجود شغلهم. الناس دي بتقعد بالشهور، بالستة شهور 5 شهور عشان تطلع لهم البوم واحد يعني. فمن هنا
افتكر انه حصاد مشت في الفضه يعني، مم. انك تجود قدر ما تقدر عشان تعيش على مدى طويل يعني. وانا بفتكر انه من الحياه الطريفه جدا لما نزل سيره سكت الرباب، بعد سنه وسنه ونص يوسف ولدي ماشي معه وعمر اخوه مم. ماشيين مشوار بالعربيه، قام شغل الشريط ده، فعمرو قال لي انت شنو انت محمود؟ يا سلام الشريط ده لو نزل حيكسر الدنيا. قال لي يا اخي ده بتاع حصاد له سنه وشوي. فده جيل اي والله يعني هو كان فدار اقول لك انه الفكره بتاعت انك تعيش لمدى طويل دي كانت. انا اتذكر نحن بعد ما نزلنا مصطفى ووردي وحمد الريح وابن الباديه، يوسف كان مصطفى الله يرحمه في قطر، مم. وكل مره بيتصل بي بيقول لي احمد يا اخي لايف از شورت، الحياه قصيره، فعليك اقدر ارسل لي يوسف خليه يستجيب لي، انا عايز اوثق اكبر كم من الشرايين. مم. فقام فعلا نحن كنا مسحومين هنا، مم. بقينا فرقه صغيره كده، قام يوسف سافر مشى قطر عشان يسجل لمصري كم شريط ويجي. فبعد اسبوع ولا 10 يوم قام رسل لي شريط من هناك، انا منتظر يعني افتكرته بتاع مصطفى يعني. ايوه. فلما لقيت الشريط لقيته مع مصطفى يعني، قال لي كده اسمع الشاب ده يعني، قالوا الشاب خالد محجوب بين قوسين الصحافه. فالمهم شفت الشريط وبتاع كده وكنت مستاء جدا، لغايه بالليل جيت قبل ما انوم جيت شغلت الشريط سمعته مم. ما قدرت انام. غلبك يا سلام صوت جميل والاغاني ذاتها بتاعت مصطفى من جديد من جديد، وعشقت شادن، وبتذكر تفاصيل ده، عشقت شادن ومن جديد. الشريط ما قدرت انوم لسه يعني. فعجبني جدا جدا، كان كاسيت عادي يعني، فقلت له والله ده شاب مميز وبتاع، فطوالي ننتج له طوالي. مم. وفعلا دخلنا الاستوديو، جا رجع يوسف وخشينا الاستوديو سجلنا الشريط. والشريط لما نزل كان هاجمنا صحفي أصلا بنسى يعني، حصاد تنزلق إلى الحضيض بعد أن قدمت تنزلق إلى حي شعب الصحافة كده. المهم هاجمنا هجوم عنيف، فقمت ردت له يعني يا أخي نحن لو مدنا فرصة للشباب يعني الشباب حيلقوا فرصتين يعني، ما لازم تفتح لهم منفذ زي ده. مجال او منفذ عشان يقدروا يعني، او منصه يقدروا يعبروا بها. وكان شريط ضرب، شريط بقى في أي كافيه، في أي مواصلات، في كافتريات، في الجامعات تلقى شغال. بعد 3 شهور ضربوا لي نفس الصحفي، قال لي يا اخي ما باركت لي، جابوا لي بنيه وكذا وكذا وعايزين نعمل سمايه، فقال يا اخي الشباب عايزين خريطه الصحافه. نقول له ده ما قلت انت نفس اساسا الزول نفس بتاعي الزول والله يعني. العظيم. فده واحد من الحياه من الشرائط حقت نجاح عالي جدا جدا، شاب مغمور جدا تحول الى نجم والناس تسمع له. وده افتكر برضه نابع من انك انت جبته في جو مناخ مجود يعني، لقى حته فيها لقى مكان كويس، لقى بيئه كويسه هي اللي شالته زي ما بيقولوا، ما في شك. وخدته في المكان الصح المفروض انه هو يكون فيه، وانه بقى يقدر ينتج ويبدع اكثر يعني كمان. صحيح. احمد يوسف حمد، لو ما دخلت المجال الاعلامي والانتاج الفني كنت حتعمل شنو؟ او كنت حتخوض يا تو تجربه ولا يا تو نوع من المجالات؟ انا قريت اقتصاد مم. كنت ماشي في الاقتصاد يعني، لكن افتكر الاقتصاد هي اللغه بتاعت كل الاشياء. الاقتصاد ممكن يكون شغال في مجال الفن، في الاعلام، ممكن يكون شغال في مجال السياسه، ممكن يكون شغال فهو عصب هي الحياه يعني. هو الحياه. عشان كده ما يعني ما كنت بعيد من المجال انه انا اعيش جو الاعلام او جو الانتاج الفني. وقلت لك قبل انا كنت عندنا دار نشر شغالين في النشر يعني، والنشر والفن اولاد بعض يعني او مشابهين بعض يعني. وتلقى الواحد اللي شغال في المجال ده تلقاه عاشق للرسومات، للنحت، للتشكيل، لانها كلها لغه بتشيل بعض وبتترجم وبتكون زي ما بيقولوا يعني الوجدان بتاع البني ما ادم. اظن كنت اكون في جو ثاني غير ده يعني. ما شايف روحي. يعني حتى في التجاره ما يعني احتمال اكون لو كنت اكون ديزاينر. يلا ما مشيت بعيد بالمناسبة، أصلك ما مشيت بعيد. ايوه. ملامح شخصية في حياة أحمد يوسف حمد، التسامح بيعني لك شنو؟ والله انا افتكر يعني الحياه، ودي ازمه السودان اللي هسه نحن ما قاعدين نطلع منها. الازمه الحقيقيه يعني مش جنجويد ولا لا، عدم قبول الاخر. لو قدرنا نحن نروض نفسنا ان نقبل الاخر، ما في النهايه لازم في شيء كيان بيجمعنا. انت في البيت مع زوجتك بيجمعكم البيت والعلاقه الزوجيه، وانت واولادك بيجمعكم البيت والحياه، وانت وجيرانك بتجمعكم الجيره، وفي القريه
فافتكر انه ده لو كل ما قام على قبول الاخر والتسامح وكل ده يكون قبلان الثاني بشكل فيه نوع من السماحه، هو وصلنا في النهايه للجنجويد وخلافه. يا اخي احنا زمان يقول لك موت اميره مم. بيتقتلوها قاعد سنه الجرايد تكتب عنها، ناس الدار يغنوا منها يعني. اللي يقولوا بكار كان حرق له محل سنه يتكلموا عن بتاع زول واحد يكون مات قتيلة الشنطه، تلقى الدنيا قايمه عليها والصحافه وبتاع. هسه يجينا واحد يقول قتلت 900 عايز يكمل 1000 يعني. هل ده نفس السودان يعني؟ ده نفس الشعب اللي احنا تربينا وقمنا عليه. ونفتكر في مشكله كبيره جدا جدا في كلمتك الجميله دي التسامح. لو ما تسامحنا، لو ما قبلنا بعض، عمرنا ما حنقدر نمشي خطوه لقدام. والانضباط. واحده من كوارث العالم الثالث التسيب. يعني تتذكر انت لما قلت لي المواعيد قلت لك عليك انا باجي في مواعيدي، لكن ما زريتني بنتظر. بالمناسبة، انت بقيت قايل روحك ما زريتني، لأنه زريتني. لو انتظرت خلاص معلوماتي بتطلع وبقى ما عندي مود للحوار وخلافه يعني. انا سبحان الله بحب دائما انه يعني دائما لما زول يقول لك كلام بالشكل ده، فيعني حقيقة بالذات إذا زول أنت ما تعاملت معاه أو ما لقيته قبل كده أو حاجة زي دي كويس، هو بقول هو عرفني من وين يعني أنا ما منضبط. لا أنا منضبط في مواعيدي، مين اللي قال لي الكلام ده؟ لكن لأنه زي ما بقولوا شنو، نحن زي ما أنت قلت ما ناخذ الحاجات ما نشخصن المواضيع صحيح. وما نشخصن الكلام اللي بيتقال. بالعكس إن ناخذ نحن الجانب الكويس والجزء المليان فيه، إنه يا أخي كون إنه هو ده زول ملتزم ومنضبط، فبالتالي أنت أكد تماما إنك أنت حتبتدي في وقتك، حتخلص في وقتك، وبعدك حتعيش حياتك يعني، بدل ما أنت حتتأخر بقية اليوم يعني. صحيح صحيح. طيب أستاذ أحمد، ماذا تمثل الأناقة بالنسبة لأحمد يوسف حمد؟ جيت اتكلم عن الفن وعن العلاقه بتاعت التشكيل مع فانا افتكر العلاقه اللبس البتاع كلها لا علاقه بانك انت روحك فنانه ولا لا. وطبعا برضه البيئه بتاثر جدا جدا. يعني الانسان العايش في الريف وفي قريه ما في قدام بيت الطين والباب الاخضر يعني ده المنظر بيشاهده كل يوم يعني. فهتلقى نفسه مقرون بالبيئة اللي قاعد فيها يعني. لابس عراق وسروال وبتاع. وديته المدينة، كمان في المدينة وديته مدينة تانية أكثر حضارة وكده. وده بالمناسبة خليني أقول لك إنه الحرب قد يكون عندها مضار، قد يكون عندها فوائد. أنا أتمنى الناس اللي نزحوا من السودان وطلعوا برا واحتكوا بشعوب تانية يقدروا يقتبسوا كثير جدا جدا مما شاهدوا من جمال، سواء كان في اللبس، في الأناقة، في الزي، في التعامل اليومي، في الاعتذار، في كلمة لو سمحت آسف. الحياة الصغيرة كان احنا بتفوت علينا ما بنقف عندها يعني. طيب اللي بيزعل أحمد يوسف شنو؟ وبيزعل بيتين. تعرف دي واحدة من المشاكل. ناس البيت بيقول لي أنت بارد شديد ويفتكروا انه البرود ده، لكن ما اي انسان في النهايه عنده مقدار بتاع تقبله في حته ما بينفجر بتاع. لكن قد يكون الوالد له اثر كبير في تربيتي على التسامح، على قبول امتصاص كل حاجه. التقبل ده ذاته. لي دائما انك انت لو عبرت عن نفسك في لحظه زعل حتتحسر وتتاسف ويغلبك ترجع، والكلمه زي الفاس كان وقع خلاص يعني، فما بترجع تاني. فعشان كده الواحد بقدر ما كان بيقدر يعمل يعني انضباط لزعله وما يعبر عنه، اكتمه للحظه وبعدين اقدر اعبر بشكل ثاني. انا كمان تقدر تعمل العمليه دي، ما قاعدين نقدر نحن والله يا استاذ احمد يعني حقيقه يعني الموضوع ده والله ما من السهل، لانه مرات في صحيح. حقيقه في تصرفات يعني او حاجات مثلا انت بتشوفها قدامك بتكدر عليك، او يعني مش تكدر صفوك بس يعني بتخليك زي يقولوا جد تطلع برا طورك يعني. في ناس لازم يحاولوا يوصلوك لمرحله انك انت تطلع برا طورك يعني ما شاء الله يعني احنا السودانيين دول بالذات بنقدر نعمل الحركه دي يعني. بقول لأولادي دائما يعني من اسهل الاشياء انك تبقى غير مؤدب. سهل تبقى صايع يعني. لكن اصعب شيء تقدم نفسك، ودي حقيقه. وأدب النفس ده فيه هو عاد انك تمتص لحظات الغضب وتقدر تتعامل مع الناس وما تفرق بيناتهم يعني. ودي كلها افتكر نابعه من التربيه والجو المحيط بك يعني. انا هسه بقول لهم مناسبه، التربيه ما تلقين، تصرف اتيتيود يعني. انت بتعمل شو بيعملوا زيك يعني.
فبتلقى ما إلا تقول لهم ده صح وده غلط وده كذا وده كلام بالشكل يشوفوا ده. عندك وخلاص. ايوه بالضبط كده، خلاص حيتعودوا عليه وحيشوفوا انه ده الطبيعي المفروض انه يتعاملوا به، او ده الصح المفروض انه هو يتعاملوا ده به اللي خلاني هو اخذ كده. من ابوي كثير يعني. عنده السماحه دي وعنده البال الطويل وعنده قبول كل الناس وربنا كده اختار انه هو يكون في وضع كويس واقترب من بدري وضعه المادي كويس، فلام الاسره كلها ولام يحاولوا كل الناس اللي بيقدر يساعدهم امم ويقدر يقدم لهم حاجه يعني. فده خلق البيت زي ده. وناس احنا بيتنا الاثنين كان بيتنا بتاع كفر ولا بيت وتر، بيوت مفتوحه ما عندها باب، طول الوقت الناس خاشه داخله مارقه في اي وقت. فده بذاته بيديك مناخ بتاع تتعرف على اشكال متعدده وناس مختلفين. شفت مجتمع الكوره ده بيجمع الحداد والنجار والقاضي والمدرس والدكتور، كل الفئات بيحبوا يعشقوا. في الحته دي بالذات. ايوه ايوه وده كيف انت كلهم تقدر تستوعبهم وتتعامل معاهم وكلهم يحسوا انهم في بيتهم. دي من الحاجات الصعبه وفي نفس الوقت ذات قيمه عاليه جدا جدا. وبتعودك انت ذاته، زي ما بقول ما في انك شك. انت، زي ما بقول انك انت لو مشيت اي مكان او قعدت في اي وضع او اي تفاصيل، انك كده تنخرط في البيئه اللي انت فيها بسهوله، ما بتكون حاسس بانه انت غريب او مستغرب الحاجه اللي بالضبط بتكون يعني. حاصله. اتذكر من حياته الظريفه الله يرحمه طيب عبد الله، كان دائما كل اسبوعين ثلاثه بيعمل دعوه كبيره في بيته، امم وهو 40 50 زول من الهلال وبتاع، وتلقاهم كلهم جو. هو يجي في عالم زول الغدا يخط الغدا، هو يجي في ياكل ده ويدي ده، هو ما بياكل. امم اخر شيء يمشي ياكل مع العمال تحت، تخيل. لكن اضرب حاجه في الموضوع ده انه مره كان معنا صديقنا حسن ده، وقت ذاك حصاد، واخونا صلاح مبارك المدير بتاعه في السودان، فكان عملوا اتحاد غرف المنتجين وهو كان رئيس الاتحاد. فقام حسن قال له يا صلاح، الرئاسة ما بتجي بالمنصب، بتجي بده افتح امشي بلك خروف اعزم الناس زي سبحان الله. يعني واحده من الحاجات اللي انا كنت عاوز اتكلم عنها صلاح مبارك، وحديث من القلب لصلاح مبارك. ايوه ايوه ايوه. صلاح هو ابن خالتي امم واخي الملازم يعني والرفيق الدرب. درسنا الابتدائي والوسطى والثانوي وجاني انجلترا بيجينا مع بعض وتزاملنا كل الزمن ده. وحتى لما رجعت السودان عملت شغل، هو كان رفيق لي وفي دار المعرفة، في الكتب، في كل المجالات. حتى دخلنا في الزراعة وفي مشاريع بتاعت بيزهجك مرات؟ التربية. أيوة تربية دواجن وكده. بيزهجك مرات؟ لا لا لا. ما بزهجك نهائي كله هو كله؟ هو كمان بقى أطول مني كتير عليك صديق يعني. أيوة. فلكن التجربة والعلاقة المشتركة بقينا نفهم بعض من غير ما نتكلم. ما محتاجين لانه الناس خلاص يعني تتكلم. بقت في كده هارموني بيننا. فلما قامت حصاته كان المدير بتاعها في السودان واحنا قاعدين في مصر يعني، وتحمل عبء كبير يعني. لانه واحده من المشاكل، انت تكلمت عن الكوبي رايت وعن الملكيه الفكريه وكده يعني. انت عشان تتكلم عن الشريط، احنا انتجنا اكثر من 80 شريط. تخيل كل شريط فيه 6 شعراء، اقل حاجه 6 5 شعراء وملحنين. تمشي تفتش على الشاعر الفلاني الفلاني، ومرات تمشي تلقى اهو زي الحقيبه بتاع ورثه. نحن وصلنا مرحله نجمع الورثه ويكون واحد معرس مرتين نصالحهم ونجمعهم عشان في النهايه يوكلوا واحد عشان نتعامل معه. اي والله العظيم. فما تتخيل القصه دي كان فيها مجهود قاسي كيف يعني. تلقى النص او الاغاني واحده شاعره في ابو ظبي، والثانيه ما اعرف شاعره في السجانه، والثالث في كسله. والله كلمهم كيف دي. يعني فعلا معاناه. وده اللي خلانا في النهاية أن نقود حملة قوية جدا جدا إن الناس تعمل حاجة اسمها الإدارة الجماعية، زي ما كل العالم بيحصل. ما في زول بيمشي يفتش الشعراء والبتاع دي، لا، كل الناس بيقوموا يوكلوا جمعية حقوق المؤلفين اللي هي جمعية هي المسؤولة من هي مسؤولة عن أيوة. كل الشعراء المبدعين بيوكلوا دي، وهي بتكون بعد كده مرتبطة بجمعيات أخرى في فرنسا وفي أوروبا وفي مصر في الميدل إيست. مهمتها أنها ديل بيعملوا تراكنج، بيعملوا أي أغنية تبثت في أي محطة في العالم هم عارفين الساعة كده أغنية كده بتاعت فلان فلان شاعر فلان وكده. أي إذاعة أو أي حتة جهات بس لازم تدفع قروش على مقابل الواحد. ما ممكن يكون أي مبلغ يعني، لكن في النهاية هم بيجمعوا ده كله وبيتحصلوا وياخذوا 10% ويدوا 90% لأصحاب الحقوق، كان شعراء ولا أو ملحنين أو فنانين فنانين.
فافتكر ده بيريح. اول شيء بينشط الفنانين انهم ينتجوا أكثر يعمل من ايوه دخل. عشان يكون في عايد كمان. ثاني حاجه بيخلي المنتجين يمشوا للانتاج، لانه عشان امشي افتش وين اكسر. لا، بقت سهله، انا جهه واحده بعمل معاه وخلاص اديني الحق موضوع سهل فبقدر انتج بصوره كويسه. فده كلامي ده افتكر يكون المفروض مهتم بهم اصحاب الحقوق. دي المشكله صحيح. للاسف اكثر الناس والله قدر ما حاولنا ننشط انه يا اخوانا يعني ده حقكم. المفروض تزعى وراه تعمل وتجتهد الجمعية دي فيه يعني. وتعمل الجمعيه دي، وبالعكس الحاجه دي في عايد بالنسبه لك كمان يعني كمان في الموضوع. والله عملنا ندوه داخل اتحاد الفنانين امم والاتحاد كانوا بيلعبوا كشتين وضمنوا، وفي حوالي 6 ولا 7 بس بيسمعوا الندوه والباقيين مش شغالين بالموضوع. يعني دي انا افتكر دي واحده من المشاكل، لانه نحن ذاتنا اصحاب بنتهاون شديد في الحقوق شديد بتاعتنا. فيها. أحمد يوسف حمد، يمكن واحدة من التجارب الجميلة ومن الحاجات اللي أثرت وشكلت، وكان عندك دور كبير جدا في تأسيس قناة النيل الأزرق في زمن كان الناس كلها بتعرفه بس التلفزيون القومي أو تلفزيون السودان. ظهرت النيل الأزرق وخطفت الأضواء كده زي ما بقولوا، صح. والعمل في تنظيم الحفلات والفعاليات والنجاحات والتحديات اللي واجهتك في الحتة بتاعت هو في الحقيقة أخونا بابك الحنين مدير القناة كان في إجازة في مصر ويتقابلنا وكان دردشنا عن موضوع الملكية الفكرية وعن تقابلنا كده. ففي اللحظات هو كان برضه كانت ART اللي هي الشريك كانت للنيل الأزرق في الوقت ده. أيوة. فحتى مندوب السوداني وكده فجمعتنا لقاء ودردشنا مع بعض، فكانوا محتاجين إلى ضبط التنفيذ وكانوا محتاجين بأنه يحدثوا المعدات بتاعت القناة يعني بدل بأجهزة ضعيفة جدا. فقام حنين عرضي قال لي احنا ادينا من وقتك ان شاء الله سنه خليك معانا في القناه ونقدر نغير شكلها ونقدر نضيف المعدات وكده. وقد كان يعني انا عمري ما اشتغلت موظف، يعني اول مره في الوقت ده، اول مره يعني في حياتي اخش في وظيفه يعني. فاخذت الاداره التنفيذيه وبدينا طوالي بالتحديث المعدات. من الطرائف لقيت انه في $450 كان خدتها صالح الكامل للمعدات، قاعد لها سنه وشويه ما تهبشت. ليه؟ وهي اصلا يعني مجنبه لمعدات المعدات فقط. يعني هم كانوا ينتظروا التلفزيون عشان التلفزيون يرفع لهم البتاع. فطوالي اول عملت اجتماع مع كل الاقسام، ناس المونتاج، ناس التصوير، ناس الصوت، ناس المعينات، كل المعينات قعدنا مع بعض. يا اخواني محتاجين لشنو؟ محتاجين لي واحد وكيف نطور يعني وكده. وبعد ذاك طرحت لهم اشياء كثيره ومعدات جديده. كنت عندي كويس يعني علاقه كويسه مع المصريين. سبب شغلك اساسا في حصاد يعني. وقد كان طوال بدينا في اختيار في تسعيف الاسعار في الشركات اللي بتنتج في دبي، في الهند، في مصر. بقت تجينا كوتيشن واسعارنا قارنه مع التلفزيون، وعملنا لجنه صغيره مصغره من الناس الهندسه مع الاداره الماليه وكده. وقد كان يعني اخترنا الاجهزه من الحاجات الطريفه جدا. الشركات اللي بتعامل معاها يقوم يقول لي رغد صياغه حسابك عشان نعمل لك الكوميشن. فبضحك بقول لهم يا اخوان الكوميشن حقتي اعملوا لي تدريب للعاملين. يا سلام. فاي جهاز بنشتريه برسل لكم الزول المختص في القسم بتاعه عشان يمشي يتدرب عليه ويعمل تريننج عليه، يجي منكم زول يدرب باقي الناس. وقد كان والله دي كانت يعني لأول مرة قناة النيل الأزرق مشى ياسين غلام ومعه هو خالد حلمي للجرافيك ديزاين. خالد كيف يا أخي؟ أيوة ياسين. ضياء الدين الكامل مدير قناة النيل في الإديتنج. فالمهم أول مرة نبعث ناس من قناة النيل الأزرق يمشوا لبرا ياخذوا كورسات على الأجهزة ويتعلموا عليها ويجوا معاهم الفنيين أصحاب المعدات ويدربوا باقي. يعني نقول إنه يعني كان لك دور كبير في الصورة الجميلة اللي كان بنشوف بها قناة النيل الأزرق، عملت نقلة في الصورة بصورة واضحة يعني. واحد من الناس اللي كان مبسوط جدا أخونا مبارك مبارك مهندس الصوت، برضه كان شغال لي بميكسر 60. أيوة والله العظيم والله كان بيعاني معنا مع عادية.
فجأة حولت جبت له أجهزة كاملة وسيت اب بتاع مايكات كاملة عشان يشتغل كله آلة بالمايك. يتفرى يلا بعد لا ذاك. الموضوع اختلف شديد، عشان كده بتسمع الصوت بتاع نازل تلقاه مختلف جدا. مختلف تماما ليه؟ صحيح. لأنه صحيح. كله يعني جبنا بروفيشنال مايكس، مايكات محترفة لكل آلة ولكل غرض يعني. فحولت الشكل لحاجة مختلفة جدا جدا. وبعدين خاصة لما يكون هو أصلا هو مبدع ويلقى المعدات المنتوج الكويسة بتاعه جميل، ايوه مختلف شديد جدا جدا. أيوة، بيشتغل بصورة احلى وبيطلع حاجة جميلة جدا. المناخ بتاع النيل أزرق يعني الشباب ذاته كانوا هم شباب مبدعين وكده. في الغيرة العادية بتاعت تحت الشغل يعني ما فيها الشغل حاجة كده غير. وبتاع. أنا كنت زي المطاف يعني شايل لي خرطوش وأطفي هنا طوالي وأطفي من هنا. هنا لهنا. لكن كانت تجربة يعني تجربة. أحمد يوسف حمد، الحديث معك جميل جدا جدا وكلام حلو، تفاصيل كثيرة حلوة، لكن نحن دايرين في كلمات سريعة بتعبر لنا عن الوفاء عن ما يدور بداخلك للشخصيات اللي حنقولها لك. الراحل محمد الأمين. والله يعني السؤال ده ما بحبذ أجيب عليه يعني، لكن طالما قلت لي محمد الأمين هتكلم عن صديقي الأستاذ محمد الأمين. محمد الأمين يبدو للناس أنه شخصية صعبة وشخصية أبسط ما يكون. راجل يحب الدعابة والنكتة ورجل فكه جدا جدا وحبوب وعنده وفاء ما عادي. أنا أحكي لك حاجة صغيرة معه. لما رجعت من إنجلترا بعد ما هم عملوا الرحلة بتاعتهم قام دعانا عندنا مزرعتنا في سوبا. دعاني في مزرعتنا وأنه يعمل لنا حفلة بمناسبة جايتي. والله من ألف ليا الأكل المعينات أي شيء قام به هو وأسرته. وجينا المزرعة للأسف العازفين نصهم جا ونصهم ما جا، فكان محبط جدا جدا من التصرف ده يعني. قام بعد أسبوع ضرب لي قال لي إحنا الخميس معاك في المزرعة تاني. وفعلا جو معه الفرقة كلها. الفرقة لما جو وصلوا المزرعة وبتاع يقعد بتاع فكلهم تعلمين كيف يا أحمد يوسف تجيبنا بقروش. اتضح انه مش دفع لهم في النادي وجابهم بالقروش يعني. فده نوع من الوفاء بتاع محمد الأمين يعني. وده بشكل الالتزام بتاع الأخوة والعلاقات وخلاف. راجل مبدع وفقدناه والله فقدنا، لأنه محمد الأمين عبارة عن بحر. أمسك أي لحن، أمسك أي رزمة موسيقية عاملها مختلفة، لا بيشبه القد الوراه ولا القدام، حاجاته فيها خلق وإبداع. احنا فقدنا محمد الأمين. لو كان في بلد غير السودان كان بيكون حاجة ثانية يعني. الطيب عبد الله. قبل قلت لك طيب عبد الله البيت المفتوح، الكرم، الاستقبال، البال الطويل، الاستيعاب الناس، الثقافة العالية جدا جدا. طيب عبد الله لو مسك كتب مقالة بيحيرك يعني. وهو أساسا ما زول الناس كله يتغرضون ويداري وحام السودان واشتغل في كم مديرية وكان حقيقة استقلته يعني. فبقى إنسان. وبعدين مناسبة أنا دي واحدة من المشاكل لسه ما قادر يعني أتعامل. تخيل أنا مثلا كنت في إنجلترا مع شريف حسين الهندي واجي عاشر طيب عبد الله وعبد الماجد ابو حسب يعني دائما بتلقى روحك انت مع قمم، وفجاه تلقى روحك تتعامل مع ناس ثانيه بعيده يعني. بعيده في كل شيء، في السياسه، في الفن، في المجتمع. دي ما بتعرف تحصل ديل ولا تلحق ديل ولا ما بتعرف تتصرف كيف. بيرفعوا لك السقف بتاعك. ايوه اكيد طبعا. فبتلقى شويه كده تايه. بابكر حنين صديق وحنين. كثير من الناس بيوصفوه بأنه كوز إسلامي بتاع، لكن أنا حنين بفتكره إعلامي مميز جدا جدا، جريء جدا جدا، وراجل صوفي مشبع بالصوفية وبالأدب وفي طريقته في تعامله في خلافه. راجل اسم على مسمى حنين فعلا يعني. من هنا انا حنين طبعا بالنسبه لي يعني من الايقونات حقيقه يعني. في طريقته، في اسلوبه، استاذ العظيم يعني، صاحب الصوت المميز جدا جدا.
الزول اللي كان زبوني مثلا في الصيدليه اللي كان بيجي يعني كلنا بننبسط بدخلته، يعني لانه بتلقاه بيسال منك وبكون منتبه، لانه مثلا لو جاء امبارح ولا اول امبارح ولقاك ما في مثلا يقول لك صحيح. انت امبارح كنت وين؟ انا جيت هنا امبارح وما لقيتك، ان شاء الله خير. العلم يلاقيك في اي مناسبه في اي مجتمع تطول السنين وما تقابلوا بنفس المحبة وبنفس الوداع القبول هذا. واللطافة. صحيح. وأنا حقيقة كل التقدير أستاذي العظيم بابكر حنين، يعني حقيقة يعني. من الحياة الطريفة أنه في الاستوديو بتاع حصاد لما ركبت الاستوديو واشتغلنا في الشركة في الخرطوم، مم. قام عملنا حلقات الإذاعة، إذاعة أم درمان، مم. كانت 30 حلقة لرمضان وكلها علاقة يعني الصيام، الروحانيات يعني. أيوة. وبصوته الجميل ذاك، وكان في النهاية بيعمل دعاء جميل كده. أتذكر الاستوديو ده اتحرق والورق حقنا كنا شغالين به وكان قاعد يعني. Yeah. اي والله. فلما الحريق كله بقى فحم الاستوديو، هل تعلم انه الورق اللي فيه الكلام وفيه القران وكده قاعد؟ سبحان الله. والله لقينا الورق كما هو قاعد، النار حوله كده القيف. دي واحده من الكرامات يعني. طيب أحمد عثمان حمد، مسيرة مليانة. عثمان جبته من وين؟ أنا قلت عثمان اي أيوة والله. كذا، جبت هاتوا عثمان. عند عمي عثمان حمد يعني. أنا عشان يعني حقيقة الليلة يعني أحمد يوسف حمد فجأة جبتها عثمان حمد، أنا ذاتي ما أعرف روحي إن بعدين شنو بكل الثقة نزل في الموضوع، إنه في ثقة كده كنت بقول بها عجبتني في والله. يعني عجبتني، أنا ذاتي عجبتني والله الثقة دي، وحقيقة ما حنقطعها بالمناسبة، حنخليها كده. ممتاز. أحمد يوسف حمد، دايرين كلمة ودايرين حاجة نقولها للشعب السوداني، ودايرين لكل الناس اللي في مناطق النزوح واللجوء الحاجة اللي احنا حصلت لنا فجأة وما قدرنا نستوعبها، ويمكن لنا قرابة 3 سنين ستيل نحن زي لسه مكذبين الحاجة اللي حصلت دي، وما ونفسنا انه نحن ننوم ونصحى زي ما نمنا وصحينا ولقينا روحنا زي ما بيقولوا في الوضع ده. برضه نفسنا انه نحن ننوم ونصحى ونلقى انه رجعنا للكنا فيه. صحيح. فانت بتقول لهم شنو؟ كويس. انا كنت متوقع تسالني سؤال ثاني يعني الانتاج الفني ومشينا فيه، ما يعني ما رايك او المستقبل شنو بتاع الانتاج الفني؟ ده انا سالك ليه؟ سالك ليه وانت ليه ما انت مستعجل كويس. ليه؟ انت ليه مستعجل ليه؟ ليه؟ لان دي مربوطه بامنياتي وبالكلام اللي كنت عايز اقوله لك يعني. اوكي طيب اصلا انا شفت نحن بس زي ما قلت لك انه نحن في ضيافتك، ما انت الضيف تسلم عندنا، تسلم تسلم. فانت تختار تقول شنو كويس وورينا جد حقيقة يعني انه انت حيرتني، انا ذاتي ما اعرف. كنت اشكرك انت وشكلك بتحب الشكر. انا بحب الشكر، ما والله بكذب لك انت عليك، تشكر. والله ما اكذب عليك، بحب الشكر. شكر طريقتك، اسلوبك، شكلك جميل. وانا جاي متخوف يا ربي ده منه اللي حيتكلم معايا وحيقول لي شنو، وحيكون وانا تعمدت وحيكون زول بالمناسبة، سطحي ولا دول. انا تعمدت انه ما بالمناسبة- اقابلك، عارف ليه؟ ايوه. عشان انا كان نفسي انه شنو يعني بحس احساس المفاجاه ده. يمكن انا مثلا في ضيوف اغلبيتهم بعرفهم كويس، او يمكن في علاقه بيني وبينهم يعني. فالواحد حتى لما يجي يقعد بيقوم بيجي بيكتشف جبت الكلام ده منو؟ جبت الكلام يا جماعه يا اخوانا، انت وانت برا زي ما بيقولوا برا الشغل يختلف تماما عن انك انت لما تكون انت شغال، ولما تكون شغال مع احمد يوسف حمد، رجل بقامتك وبسماحتك وبلطافتك وبقبولك لكل الناس بالتوثيق اللي انا اتمنى انه انا اكون نلت شرف انه قدرت اوثق لحاجه جميله لفتره جميله جدا جدا، وان شاء الله تمتد وتمتد في النجاح وفي التقديم وزي ما بيقولوا الفنان عمره ما بيقيف. صحيح. يعني حياته عمرها ما بتنتهي ولا صحيح. ولا حصاد مثلا ممكن تنتهي صحيح. بفترة زمنية ولا مربوطة بحقبة صحيح. معينة. طيب جاوب لسؤالك. انا افتكر انه الوضع اللي ربنا خطانا فيه والحرب اللي جاتنا من السماء دي نقبلها، ويبقى الشاطر انك كيف تهيئ ظروفك الى مستقبل مشرق. وفي حاجات ما في يدنا يعني. هو عسكر حكمونا، تشاكلوا، شالوا سلاحهم، ضربونا بتاع، ربنا أراد لنا كده. لكن احنا عندنا الحياة معدات او تولز في يدنا، احنا ممكن نطورها ونعملها. اول شيء بحييكم انتم كماجستيك كشركه بتاعت انتاج، وقدرت تنتقل من جو الحرب الى جو ثاني، وقدرت
تفرض نفسها في مصر وكده. وده اللي بيخليني اقول لك انه مستقبل الانتاج الفني في السودان هو ما مربوط بالسودان ولا خلاف. وانا افتكر دلوقتي بقى العالم كله قريه صغيره، ومع الذكاء الصناعي ومع الاختراعات الجديده واساسا كل ما تطور التكنولوجيا بترمي ناس في السكه وبيخشوا ناس جداد يعني. اكيد. وبيبقى الشاطر كيف يقدر يواكبها، يا واكبتها يا بقيت في الماضي وكتبت عنها ذكريات يعني. فالجو ده انا افتكر انه اي فنان او اي انسان عنده استعداد يكون في فنان او عنده رغبه في الفن لازم يستغل المناخ ده، نستغل المنصات الموجوده في كل بتاع الرقمي. وما عاد انك انت محتاج شركه، انت سيد العارفين يعني ممكن اعمل استوديو صغير جدا جدا باقل مبلغ بالكمبيوتر. في ناس بالموبايل بتلفونك يعني بتلفونك ما بقت ما محتاجه حاجه يعني مهما حاجه صعبه. بالضبط كده. فانت محتاج الى انك تعمل منصه بتاعتك وتشتغل عليها. من المنصه دي انت بتنطلق، والمنصه دي ممكن تكون في غرفه في الدقي او في غرفه في شندي يعني اصلا ما مشكله. فمنها الناس كله العالم كله بيسمع. الانسان عنده قناعات قويه جدا بمنتوجه او بدواخله او باحساسه الفني. انا افتكر هو ده ما عنده حل غير انه يخلق منصه ويشتغل عليها، وبعد كده النص بتتدهور من هذا الى ذاك ولا خلاف. اول ما انت عملت اسم والناس لفت نظره بتجيك الرعايات والشركات والاجسام الكبيره اللي بتتبنى المشروع وتمشي به لقدام وخلافه يعني. ودي برضها فرصه انه اخواننا اللي كانوا في انتاج الفن يا اخواننا ارجعوا واستعيدوا نشاطكم وشوفوا البراعم وشوفوا النجوم وشوفوا الناس في السكه يعني. يا ريت تاخذوهم يعني. طبعا الحرب والموت والدمار وخلافه طوالي قصاده هناك التسامح والصوفيه والجمال والفن والابداع. ده بيطفي ده. كترنا في الصايد اليمين ده فيه الجمال وفيه الابداع وفيه الفن وفيه الرمزيه وفيه الحب وفيه التسامح وفيه الفنون باشكال المختلفه. نتغلب على بيمسح ده. انا بيمشي طوالي بيمسح ده تماما يعني. فزي ما قلنا يعني انه الجانب الجيد الناس تستثمر ده يعني. أيوة. تستثمر المناخ اللي هي سفيه يعني. ومصر مليانه، السعوديه، الخليج يعني اي سوداني في اي حته متاح انه التكنولوجيا تكون قدامه ويستخدمها ويقدر يعمل منتوج حقه وخلافه. وبرضها ممكن الناس تتجمع يعني. في لو اسمه شارع ايه ياتو في منصات قامت في مصر يعني تجمع الناس وكده. في ممكن الناس تنضم للمنصات دي وتشتغل شغل جماعي كولكتيف ويرك يعني مع بعض. ودائما الحاجه اللي بتجي وفي منظمات داعمه للكولكتيف ويرك للشغل الجماعي. في منظمات عالميه جاهزه انها تدعم اي شغل جماعي. انا يوم في حصاد جيت لقيت شاب هندي ومع واحد تاني برازيلي. الاثنين امريكان لكن من اصول برازيليه وهنديه. جو بيسالوا عن حصاد بالاسم من امريكا. اتضح انهم دول شغالين في الغنى التراثي. مشوا الصومال، مشوا جيبوتي، مشوا الهند، مشوا اندونيسيا، وجابوا لي اعمال عملوها وسيديهات وكده بيبحثوا عن الفن الشعبي التراثي. وده بيوريك انه العالم زي خلاص يتشبع بالنيو تكنولوجي بيجي يفتش عن حياه اصليه. ونحن حقنا لسه ما تهبش. حصاد ومسيرته ما عملنا ولا ذره من التراث السوداني من الفن السوداني ومن المنتوج القديم. ونحن عندنا منتوج كبير جدا جدا ومتشعب، وعندنا كميه من القبائل وكميه من التراث. يعني طبعا الناس كلها حسي بتقول لك مثلا الاغنيه دي تراث. أيوة. مثلا يعني أيوة صحيح. تجي يعني اغنيه التراث ما بس انت ما مشيت النيل الازرق ولا مشيت جنوب السودان ولا مشيت اقاصي الغرب ولا شرق السودان. عندك حياه يا اخي. انا شغال بالنظريه بتاعت الجمله الانجليزيه to be global be local عشان تبقى عالم يشتغل محلي. صح. وده اللي بيرفعك لفوق يعني. احمد يوسف حمد، امنياتك ومشاريعك الجايه شنو؟ هو مشروعي ده انشط الشباب وانشط الناس انها تشتغل في انتاجه وتوزع وقدر ما اقدر القى اي منصه بدعمها وبحاول اقف معها. والدليل على كده انا جيتك من غير اي تردد يعني. الله يسعدك ان شاء الله يا رب. اي شباب شغالين في اي مجال انا افتكر المفروض نقف معاهم تماما يعني.
أحمد واسال الله انه يوفقكم وتكونوا ماشيين ويكون عندك بودكاست نسمعه في كل العالم يعني. والله زي ما قصدك بيقولوا صوت سمح وكلامك سمح حتمشي ان شاء الله. بعد توجيهاتكم طبعا احنا بعد توجيهاتكم اكيد يعني زي ما بيقولوا العين ما بتعلى على الحاجب وزي انت ما ما انت ما شكرت المساكين البرة اللي قاعدين المسائل دايماً برا ديل ورا معذبين الكواليس. عذاب الله اكبر عشان كده ما حشكرهم يا زلمه الاصل كله والله شكرا لهم كثير يعني الناس ديل شكرا لك انت لمستهم وجمالهم والكاميرا بتاعتهم يعني رفعت لنا معنويات ذات. ان شاء الله يا رب دايما معنوياتك تكون مرتفعه وترجع من عندنا الليله زي ما بنقولوا كل ونعيب القهوه جبت شكر لي قهوتي هاي عليك الله يا اخي من قبلك يا اخي لازم انا مستنيك تشكر لي قهوتي بالمناسبه يا اخي حقه سجل حلقه عن القهوه والله. دي اكيد صدقني احنا محمد لازم بالمناسبه عندنا موضوع بتاع قهوه رهيب من قبلك بدينا وحنعمل لنا عنه حلقه كامله بالمناسبه كنت جبنا جنبنا ونرمي ولا كله مع بعض كده. شكله. استاذ احمد يوسف حمد شكرا جزيلا لك انت حقيقه شرفتنا ونحن تشرفنا كثير بوجودك وانا شخصيا تشرفت بك كثير وحقيقه انا بشكرك على انه نلت شرف انه تحدثت مع احمد يوسف حمد اللي هو حصاد كويس زي ما بقولوا يعني الاثنين ما بيتجزأوا من بعض والاثنين هم زي ما بقولوا احمد يوسف حمد معناته حصاد طوالي مو احمد حصاد طوالي يعني بالضبط كده. انا شاكر جدا جدا لحسن يعني كلامك واسلوبك وذوقك ولطفك وطريقتك حتى يعني يمكن هي من الحاجات اللي انا لغايه حاسرق منها كم حاجه وكذب عليك عشان اكون معاك واضح يعني الليله يعني انا بشكرك جدا جدا. تسلم. شكرا لك كثير. حصاد احمد يوسف حمد جاي من هناك وجاي جاري شديد زي ما بيقولوا لي دايما كذا بيقولوا هنا طبعا انا ما بكونش اكتف كده سريع يعني دايما كده بقول جاي جاري شديد انت ما جاي من هناك انت جاي جاري شديد. انا بشكرك كثير جدا جدا وبشكر كل الناس اللي تابعت حلقتنا دي ونتمنى نكون وثقنا اكيد ما توثيق كامل لكن بس الغينا الضوء نحن بنقول على حصاد وعلى الحصاد للإنتاج الفني وعن غنانا السوداني الحلو وعن لما تسمع أغنية موزعة بصورة حلوة يعني عندها في سيجنتشر معين بتعرف إنه لا دي حصاد ما عندها حاجة غير كده. شكرا جزيلا لك أستاذ العزيز. الله يسلمك. شاكر لكم. في أمان الله. باي باي.